بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم في اتم الصحة والعافية. هشارك معكم اليوم هذه الغريبة هذه او هذه الحلوى هذه من قاع الخبية، حلوى اللي هي قديمة ولكن كتجي خطيرة في المذاق ديالها، مزيونة بنينة، يعني من الحلويات اللي كتنتكل. يعني اش غنقول لكم، هذه اول حلوى كتسالى من حلويات العيد، يعني مشهورة ومعروفة، واخا قديمه عمرها فقدت البريق ديالها ولا الجمال ديالها ولا الاقبال ديالنا عليها. غتشوفوها معايا، يعني خفا زربا، كتوجد بسرعه، مقادير بساطين متوفرين في كل بيت، وغنشوفوا مباشره كيفاش غنحضروها. فهنايا عندي 150 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. بالنسبه للزبده من المستحسن نعملوا زبده حيوانيه ولا شي زبده اللي المذاق ديالها مزيون. ضفت ليها كاس ديال الشاي صغير ديال الزيت، وضفت نفس القياس ديال السكر. طبعا السكر تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على حسب، ولكن هاد نسبه السكر اللي عملت انا اللي هي تقريبا 100 غرام ديال السكر كتجي معوطه في المذاق في الحلاوه ديالها. من بعد ضفت واحد الرشيشه صغيره كيف ما شفتها ديال المسكه الحره، دقيتها مع شويه ديال السكر وضفتها. المسكه الحره صدقوني كتعطي واحد التعليكه لهاد الحلوى هذه، يعني ممتازه. انا عملت الحلوى على الاصول ديالها، يعني ما بغيتش نزيد لها شي زيادات او نقص منها، عملت على الاصل ديالها. ف كنتمنى تجربوها لانها كتجي مزيونه مزيونه بزاف. من بعد كيف ما شفتوا ضفت واحد كاس ديال اللوز اللي عندي محمر بالقشره ديالو، يعني مسحته حمصته في الفران ودوزته في الهشوار. من الاحسن يكون بحال اللوز كونكاس، يعني يكون مدردش مزيان. وصافي مباشره بديت كنضيف الدقيق كيف ما كتشوفوا. الدقيق يكون خاص بالحلويات، يعني ماشي ضروري ولكن من المستحسن، يعني ملي كنجيو لتحضير هاد الحلويات يعني من المستحسن تكون عندنا يعني تكون عندنا المواد اللي غنستعملوها تكون شي حاجه اللي هي جيده. يعني الدقيق يكون ممتاز، اللوز يكون بلدي، المسكه حتى هي تكون يعني مسكه حره حقيقيه. فهذا ما كاين. كما شفتوا هاد الحلوى اللي كنحضر معكم ما فيها لا بيض ولا تخميره كيماويه، ما فيهاش. صافي من بعد كنضيف الدقيق كيف ما كتشوفوا. الدقيق حسب نتوما غادي تشوفوا معايا، هي كتجي متماسكه، يعني كندلكوها بهذه الطريقه هذه، يعني كنخدموها واحد 5 ديال الدقائق بهذه الطريقه هذه حتى كتجمع لنا. من بعد انا كنت نسيت هنايا واحد رشيشه د القرفه اللي حتى هي ضروري منها. وصافي كنجمع العجين ديالي كيف ما كتشوفوا. العجينه راه كتجي قابطه في راسها، يعني ماشي داك ماشي القوام ديال الصابلي. وملي نكونوا كنطلقوها، عفوا كنطلقوها نخليوها غليظه شويه كيف ما غادي تشوفوا معايا. هي غتكون سميكه، يعني حتى يقدر يوصل السمك ديالها حتى لواحد السنتيم، ماشي مشكل. يعني حنا ما عندناش فيها الخميره وما عندناش فيها البيضات، اذا هي ما غادي تنفخش، غادي تبقى على الحجم ديالها اللي غنعملوها. فمن الاحسن نعملوها من الاول تكون هيدا السمك ديالها واحد السنتيم كما كتشوفوا معايا كتكون هيدا. بعد كنجيب واحد القطاعه هيدا، اولا اللي عنده داك الطابع د الهلال مباشره، اولا بشي كاس صغير، المهم نتوما وعلى حسب اللي متوفر عندكم. صافي وكنقطعوها هيدا بهاد التشكيلات هيدا. هاد المول هذا اولا هاد السيركل هذا اللي عندي فيه تقريبا كنظن 4 ديال السنتيم اذا ما خانتنيش الذاكره. صافي وكنقطعوا كيف ما قلت لكم، تقدروا تستعملوا شي كاس شي طابع، المهم لكم الاختيار. المهم هذا هو الشكل، كنعملوها على شكل هلال هيدا. كنصفوها في واحد الطاوه وكندخلوها الفران طياب عادي، سواء في الفران ديال الضو اولا ديال الغاز. طياب عادي 180 حتى كتحمر لنا وكتاخذ لنا داك اللوين مزيون. كنخرجوها، هذا هو الشكل ديالها. يعني نخليوها تحمر، ما نخليوهاش بيضه هيدا ولا غير ذهبيه، يعني خليوها تاخذ التحمير ديالها. فهي كتجي مقرمشه من برا وهشيشه من الداخل، كتذوب هاد الحلوى هادي. يعني اش غادي نقول لكم، من برا مقرمشه ومن الداخل مهرمشه، عفوا هشيشه. فصافي هذا هو الشكل ديالنا النهائي ديال الحلوى كيف ما غتشوفوا معايا. انا زينتها بهذه الطريقه هذه. تقدروا تزينوها بكاوكاو من الفوق، تقدروا تزينوها بالسكر، يعني تبرندوها كلها في السكر كلاصي كيف ما حبيتوا. انا عملتها هيدا، رشيت النص ديال، غطيت واحد النص ورشيت النص بالسكر كلاصي. فكنتمنى تجربوها وكنتمنى تخليوا لي لايك ديالكم، واللي ما مشتركش في القناه اشترك مرحبا به. وهذا هو الشكل ديالها. صدقوني كتوالم القهوه بزاف كيف ما كتوالم اتاي، يعني كتجي خطيره لا مع اتاي ولا مع القهوه. يعني اش غنقول لكم، يعني قد ما عملنا د الحلوى، قد ما عملنا من حلويات د الشوكولاط البريسيج، هذه احسن حلوى عندي انا من بعد الحلوى د التمر. هاد جوج الحلويات هادو ما يمكنش يخطوني في العيد، هما اللي كيتسالاو اول حاجه، هما اللي كيتاكلوا، هما اللي كيجيو لذاذين. فان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمه الله.